تم الاعتقال ديال بن شقرون، كيفاش تبعتوا الاطوار وشنو هو صك الاتهام اللي دار السيد وكيل العام، وكذلك تحل السيد قضيه التحقيق. الامر اخي يوسف يعني ماشي في غايه السهوله، كون ان عمليه التقديم امام السيد وكيل الملك خدات اكثر من ساعه، والاحاله على السيد لقضيه التحقيق خدات اكثر من 3 ساعات. المسمات مدام بن شقرون او مدام بن شقرون تم احالته على السيد قضيه التحقيق من طرف السيد الوكيل العام هنا بمحكمه سيناب بطنجه، وطبعا صك الاتهام اللي تحالت به او المطالبه ديال اجراء التحقيق انصبت حول واحد العريضه او واحد صك اتهام طويل جدا، ولكن فيه جرائم يعني على غايه في الخطوره، وعلى راسها جنايه الاتجار في البشر. غادي نسرد لك المطالبه اللي تحالت على السيد قاضي التحقيق، واللي بها الان هي متابعه امام السيد قاضي التحقيق، تتعلق بالاتجار في البشر من خلال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير، الاستغلال عن طريق المواد الاباحيه، هذوك الاشرطه البورنوغرافيه، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، يعني كتستعمل مواقع التواصل وكتستعمل هذاك القناه ديالها، وفي اطار عابر للحدود الوطنيه. يعني هذه الجريمه ديال الاتجار في البشر ماشي كتاخذ غير الجانب المحلي او على الصعيد المحلي، على الصعيد ايضا الدولي، لكون ان هذه المشاهد والفيديوهات كيطلع عليها العالم كله. هنا كتبان الخطوره، ماشي غير الاتجار في البشر فقط، الاتجار في البشر من خلال استعمال وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي المرتكبه من قبل الاصول هي كأم. هنا كاين ضرب تشديد في اطار عابر للحدود الوطنيه، المشاركه في انتاج ونشر وبيع وحيازه مواد اباحيه، لانه هذاك السيت او الموقع ديالو اللي كيدير فيه المشاهد او ديك الممارسات الجنسيه الكامله الشاذه حتى هي راه مشاركه معاه فيه، لان الا كتلقى التعويضات. ثم اظهار انشطه جنسيه، انشطه واشرطه جنسيه بواسطه احد الابوين تسبب الحاق ضرر بالغ باطفالها نتيجه اعطاء القدوه السيئه لهذوك الاطفال او الطفلات عن طريق سوء السلوك والتقصير في الاشراف الضروري من ناحيه الاخلاق، بث ادعاءات وقع كاذبه بقصد المساس بالحياه الخاصه بالاشخاص والتشهير بهم، الاخلال العلني بالحياء عن طريق العري المتعمد، البدء في الاشارات، الافعال، السب والقذف العلني، العنف، الفصول 448 من القانون الجنائي، 503 482 483 442 443 من القانون الجنائي. هذه كلها يعني افعال اجراميه للسيد الوكيل العام قرر ان يحيل على ضوء يحيل امام قضيه التحقيق باش يجري معها تحقيق حول تفاصيل وقع هذه الافعال المنسوبه اليها. لن نعطي تفاصيل وجزئيات والتصريحات ديال الاطراف في هذا الملف اللي شرفات عليه الضابطه القضائيه واجتهدت خلال 48 ساعه اخيره. لان علاش؟ لاننا الشكل اللي كنا قدمنا اخي يوسف امام السيد وكيل الملك بالمحكمه الجزائريه بالدار البيضاء الاستاذ الزواكي مشكور، حالها عن طريق الفاكس للسيد وكيل الملك الاستاذ الماحي بابتدائيه طنجه، وضافت لها شكايه اخرى تتعلق قدمناها للسيد الوكيل العام حول التجار بالبشر وقع اجراميه اخرى، هذه اللي مسطره الان في سك الاتهام، وايضا تلقاها السيد وكيل العام، وامر البارح بالاستماع لرئيسه الجمعيه السيده سميره البقالي واستمع عليها بالامس ليله الامس، يعني بدايه من الساعه 9 الى غايه 1 بعد منتصف الليل، وكنا متواجدين، والامطار الخير عمت هنا مدينه طنجه، هذه المدينه الجميله، ولعل هذا خير وبدايه لغسل هذه الشوائب الاجراميه اللي تمثلت في الشذوذ وفي افعال اللي ضرت جميع المغاربه. اقول فقط اخي يوسف، نخبر متابعيك ونخبر كل المتعاطفين ومحاربي التفاهه ان برنامج او مسلسل او معركه زيرو تفاهه الان وصلت البدايه الحقيقيه باعتقال هذه المسمات مدام بن شقرون والابن ديال الملون، وعلى ان هذه المعركه الان عطات الاكل ديالها من خلال هذا القرار ديال الايداع. هذه السيده راه الاعتقال الاحتياطي
بالسجل المحلي باصيل المخصص للنساء، واحاله الابن ديالها فصل الملف ديالو على الملف ديالها، واحالته على السيد وكيل الملك بابتدائيه طنجه من اجل تقديمه الان. غيتقدم الان وغادي نلتحقوا الان وانتم برفقتنا بالمحكمه الابتدائيه بطنجه امام السيد وكيل الملك باش نحضروا المجريات ديال التقديم ديالو، وايضا المتابعه ديالو. غادي نشوفوا القرار اللي غيصدر في حقه، واش هو قرار الايداع كما صدر في حق الام ديالو ام قرار اخر مخالف. غادي كنا نطمح انه لانه ثبت على انه راشد جنائيا حاليا، وعلى ان بعض الافعال ارتكبها ملي كان قاصر ولكن مسؤوليته الجنائيه كاينه، مرتكب افعال اخرى وهو راشد جنائيا. غادي نلتحقوا الان بالمحكمه الابتدائيه ونشوفوا القرار اللي غيتخاذ فيه، على غرار القرار اللي تخاذ في حق الام ديالو اللي التحقيق خدا 3 ساعات، وتاخر الملف الان ل 25/11 باش يتفسح المجال لكي تتنصب الجمعيات او المجتمع المدني مجسده في جمعيه مفتاح وحلول وجمعيه ما تقيش فولادي. وغادي نحضروا ايضا منظمه حقوقيه اخرى، منظمه حقوقيه اخرى اللي هي ديال الضمير اللي هي تنصبات وتستمعوا الممثل القانوني ديالها. هي فايت وضعت شكايات ومتبعه هذه القضيه. وضعت شكايه الجمعيه، وضعت شكايه في 8 في شهر 8 في غشت الماضي، ولكن لم تفعل الا بعد ما احنا اللي فتحنا هذا الملف. هذا فتحناه علاش؟ من خلال التصريحات ديال مدام البقالي اللي قالت ان كاينه امراه كتاجر في ولدها في طنجه وغنتقدموا بشكايه، وبعد الهجوم اللي قائم في حق الجيران. يعني هنا العمل تيكون جماعي.